فيما مضى من الأجزاء السابقة، وانج قدر يتجاوز اختباره ضد الشيطان الثامن والتاسع، ولكن كان فيه مشكلة، وهي إن ابن ملك الشياطين دخل جسده لقمع قوته، وبسبب كده القائد الأعلى للقوات المسلحة كان بيفكر في طريقة لعلاجه. وعلى غير العادة القائد الأعلى اتفق مع الجنرال على خطة سرية بسببها أحضروا شاب جديد يدعى بلقب الملك الأبدي. والملك الأبدي هو موهبة استثنائية لشاب واعد تعدى اختبارات المعسكر بنفس نتيجة وانج الأخيرة، وكمان طلب تحدي وانج في قتال مباشر ما بينهم. ومن الواضح ان دي خطه جديده اعدها السيد دونج بالاتفاق مع الجنرال الاعلى. بس ايه هي الخطه؟ وكل اللي عاوز تعرفه صلي على النبي محمد وتعالوا نفهم الباقي من الاحداث. بعد ما هونج الشاب الجديد الاقوى تحدى وانج في نزال واحد ضد واحد علشان المسؤول يقول لهم ممنوع القتال العشوائي ولازم تنسقوا الاول. وقتها هونج بينطلق وهام بتسال وانج هو بيكرهك كده ليه؟ ولين بتقول له سيبك منه ده شكله مغرور. والطلاب بيقولوا لوانج حتى لو اتحداك احنا كلنا بندعمك تحت اي ظروف. اما الجنرال فبيقول هونج فعلا مغرور، لحد ما السيد دونج بيقول له فهمت ليه انا حضرت هونج للمكان، انا عاوز وانج يكون اكثر صلابه، وده هيحصل لما يفهم ان في قوه اعلى منه بالمعسكر. الجنرال بيقول له بس انا حاسس ان اللي بنعمله ده غير قانوني، علشان السيد دونج يقول له بلادنا هتعتمد على وانج بالكامل، وبسبب كده لازم نختبره بصرامه لانه هيكون حامي الوطن القادم. الجنرال بيقول له بس بوصول طالب جديد افرض انتزع من وانج المركز الاول، وقتها ايه العمل؟ السيد دونج بيقول له ما تقلقش انا عارف ان هو صاحب المركز الاول، ولو خسر هعوضه بشكل مباشر. وبنرجع للطلاب اللي بيقولوا بصوا على الشاشه هونج خلال يوم واحد بس كسر كل الاختبارات وقرب من وانج بفارق بسيط. وبيوصل باي علشان يقول لهم وسع يا فاشل منك ليه، ده بطل حقيقي، ومن اليوم وانج خلاص انتهى امره بالكامل. لين بتساله ايه المميز في هونج بتاعك ده علشان هان تقول لها سيبك منه، هو بس فرحان ان هو تابع لشخص قوي بما ان محدش بيعبره في المكان. والكل بيضحك على باي بما انه شخشيخه للواد الصغير هونج، وباي بيقول مش مهم طالما هاخد حقي من وانج انا ما عنديش مشكله ابقى مسخره قصادهم. ولو انت مش عارف فوانج اخو باي بس من ام تانيه. ونفس الوقت الطلاب بيقولوا هونج تعدى 5 شياطين من الاختبار، وباي فرحان بره لحد ما الطلاب بيتحدوا باي اللي عرفهم بكلامه وبيقولوا له ايه رايك تدخل تحدي ضدنا 1 ضد 1. باي بيقول لهم مفيش داعي للمشاكل، وكمان قواعد المعسكر التدريبي بتمنع القتالات ما بيننا. وبنعرف ان بعد فتره من الزمن حوالي ساعه ونصف بيخرج هونج من اختبار قتال الشياطين، وبيقول لباي ايه الملل ده، شيطان المستوى التاسع ده ضعيف جدا. والطلاب بيقولوا الواد ده عمال يتباهى قصادنا بانجاز كبير ولا كانه ولا اي حاجه بالنسبه له، هو عاوز يوصل لايه؟ وهونج بيسال وانج عن رايه علشان يقول له قريب هتجاوزك وهكون صاحب اعلى نتيجه بالمعسكر كله. هان بتقول له انت جايب الثقه دي كلها منين؟ ده انت اخدت اكتر من ساعه، هو انت عارف وانج انهى الاختبار اللي انت انهيته ده في قد ايه؟ هونج بيقول لها اكيد مش اسرع مني، علشان هان تقول له في 30 دقيقه بالظبط. والطلاب بيقولوا له مفيش داعي تتفاخر من تاني، عمرك ما هتتجاوز وانج. باي بيقول لهم بس وانج كان بالمستوى البرونزي لما بدأ التحدي ده، علشان هونج يقول ثانية واحدة ده مش بس أسرع مني، ده كمان بدأ التحدي بمستوى أقل مني، ده حصل إزاي؟ وبيقول شكل كلام الجنرال مظبوط، وانج موهبة استثنائية فعلا. وعلشان كده هونج بيغضب، والطلاب بيقولوا واضح من ملامحه إن هو مصدوم دلوقتي، وعلشان كده ادوله ساعة وهو هيرجع أحسن من الأول. وهونج بيقول لهم أنا ولا مصدوم ولا قلقان، ولكن كنت فاكره خصم بسيط، بس في الحقيقة هو يستحق اهتمامي. وانج بيقول له لا انا مش مهتم بيك، وباي بيقول اكيد خايف لان مفيش وجه مقارنه ما بينكم. بس هونج بيقول لباي اخرس وبلاش تتكلم على لساني، وكمان بيطرده من المكان. وهونج بيفعل قوه ملك الهياكل القديم وبيقول له وانج لو مش ناوي نتقاتل بالذوق يبقى كده انا مضطر اختبر قواك بالقوه. بس هان بتنصح وانج وبتقول له ما تندفعش، انا حاسه ان الضغط الصادر منه غير طبيعي مع انه من قوه الفئه ايه العاديه. وانج بيقول كلامها سليم، الضغط الصادر منه اعلى من الفئه اس بمراحل كمان، ويمكن الكائن اللي هو تعاقد معاه ما يكونش من قوى العالم السفلي اصلا. ومن هنا وانج بيضطر ياخد هيئه التحول الخاصه بيه علشان يدافع عن نفسه. والطلاب بيقولوا هو ليه وانج وسيم للدرجه دي؟ وهونج بيقول لو كان بالمستوى البرونزي وداخل المستوى الفضي دلوقتي دي سرعه ترقيه اكبر من المعتاد وخلال اسبوع واحد بس. والسيد دونج بيقول للجنرال القتال المنتظر هيبدا، بس انت ليه مش متفائل بالامر؟ الجنرال بيقول له مش قادر اتحمل اختراق القوانين، والسيد دونج بيقول له هدفي من القتال ما بينهم هو حاجه واحده بس، انا عاوز هونج يبطل يتعلم غطرسته دي، وكمان وانج يزيد من تقدمه الحالي. بس الجنرال بيقول له حضرتك عارف موهبه وانج من البدايه، مش لازم تنشئ عداوه ما بينهم من الاول. السيد دونج بيقول له ده لو ما كانش بيحمل هيئه ابن ملك الشياطين بداخله، ولكن دلوقتي بقى الوضع مختلف وانا عاوز اعرف ماهيه قوته الجديده. وبنرجع للتحدي علشان هونج يقول له حتى لو ترقيت بسرعه ده مش معناه ان انت اقوى، لان انا بالمستوى الذهبي من القوه. وانج بيقول له وانا لو خسرت قصادك
هتجنبك في كل مكان. بس الجنرال بيوصل وبيقول لهم ده ضد القانون، ولكن هونج بيهاجم والجنرال بيتصدى ليه وبيقول له انت بتتجاهل اوامري عن عمد يا ولد، انا هكون خصمك الحالي. وهونج لاول مره بيشوف هاله قوه الجنرال القويه علشان يقول منبعها غريب جدا، والجنرال بضربه واحده بيطير هونج وبيقول له لما الاوامر تيجي لازم تضحى ولو غصب عنك. وهونج بيقوم وهو بيقول للجنرال كده كده هلاعب وانج واهزمه، والجنرال بيقول له مستنيك، وبيقول فعلا كان لازم اعلمه درس بسبب غطرسته الغبيه. والجنرال بيعرفنا ان قوه هونج مرتبطه بالزمن، وده هو سبب بقاء جسده داخل المساحه الروحيه الخاصه بوحشه السفلي الحالي، وعلشان كده بقى عمر الواد ده 12 سنه مش بيكبر ابدا. والجنرال بيقول لكل الطلاب تحترموا القوانين، المكان هيحترمكم، ولكن اللي عاوز يخترق القوانين ياخد شنطته وما شافش وشه هنا تاني. ومن ثم هان بتحذر وانج من لونج تيان لانها شافته بصحبه باي خارج الاكاديميه من يومين، وبالفعل بنشوف لونج وباي وهونج الثلاثه مع بعض، ووانج بيقول شكلهم كده اتحدوا مع بعض من تاني. والجنرال بيقول لهم اليوم هو اول تقييم عملي ليكم، ومكان التقييم في مدينه مهجوره واللي هيكون فيها عدد كبير من الشياطين ومطلوب منكم تطهيرها للابد. اما النقاط بقى فهتعتمد على مستويات الشياطين اللي انتوا هتقتلوها بالحدث، وبنعرف ان الشيطان الفضي الواحد بيعطي من 150 ل 200 نقطه، اما الذهبي بقى فبيعطي من 1000 ل 2000 نقطه، وعدد النقاط بيتم احتسابه بناء على قوه سلاله الشياطين. وكمان وفوق كده كل طالب معاه ساعه ذكيه هتحدد قتل قد ايه وكم النقاط الحاصل عليه. وبنعرف ان في شياطين من الفئه البلاتينيه في المنطقه دي اللي هيقتلها هيحصد 10000 نقطه كامله، بس الجنرال بيقول لهم يا ريت تتقاتلوا مع الفئه المناسبه ليكم لان غالبيتكم مستحيل ينتصر على فئه الشيطان الذهبي، فما بالكم بالقوى البلاتينيه. وبالفعل الباصات بتوصل لنقل الطلاب علشان وانج يقول المدينه دي في يوم من الايام كان فيها ناس وفيها مويلات ومزدهره وبتنبض بالحياه من كل جانب، ولكن الجمال ده كله اختفى في لحظه هجوم عابره تذكرها الزمن لسنوات طوال. ولين بتسال السيد سون انت شاركت في كام معركه قبل كده علشان يقول لها من 20 سنه شاركت في انقاذ مدينه باشيان، ولما وصل الدعم الخاص بينا جميع صائد الشياطين اللي سبقونا كانوا شبه انتهوا والمدينه خاليه من السكان، وفي اليوم ده مات اكتر من 100,000 جندي لحمايه الوطن. وبنعرف انهم وصلوا بالفعل علشان السيد سون يقول لهم بعض الطلاب هتنزل في الطريق على اماكن بعيده عن بعضهم البعض، وده لان الاختبار فردي وممنوع عليكم قتل الشياطين في مجموعات، ولو الامر ده اكتشف هيتم الغاء جميع النقاط اللي حصلتوا عليها وهيتم طردكم من الاكاديميه كمان. اما الناس اللي خايفه بقى تواجه الوحوش يا ريت ما تنزلش من الباص، والباص هيرجع بيهم للمعسكر من تاني. وبينزل اول جندي من الباص علشان نعرف ان لين هي اللي هتنزل بعديه بمكان مختلف، وانج بيقول للين خلي بالك من نفسك، بتقول له ما تقلقش انا مش هتعامل مع شياطين من الفئه الذهبيه، وبتودع الكل علشان لما بتنطلق. بيجي دور وانج اللي قبل ما ينزل السيد سون بيقول له الجنرال بينصحك ما تتصرفش باندفاع، وانج بيقول له بكل تاكيد هتتبع الاوامر. وبنفهم انه نزل مدينه مهجوره علشان يبدا يفعل قواه لحد ما بيظهر له واحد من الشياطين الذهبيه الاقوياء، وانج بيقول حلو ده بدايه موفقه للقتال، وبيقول للشيطان لو عندك اي اتباع استدعيهم يمكن ما يكونش ليك فرصه تطلب الدعم من تاني. والشيطان بينطلق عليه علشان وانج يواجهه ند لند، وطبعا هزيمته كانت سهله جدا عليه، وبيحصل منه على 11000 نقطه تطوير علشان وانج يقول قربت اخترق 6 نجوم من المستوى الفضي، وبنعرف انه حصل دلوقتي على 1200 نقطه كمان على الساعه. وبيخرج الكثير من الشياطين البرونزيه علشان يشوف معاهم شيطان ذهبي نادر، ومش بس كده برضه في شيطان الصقيع من الفئه الذهبيه، وانج بيقول دول كافيين لاختراق قوى ال6 نجوم القادمه، وبيبدا يتحرك لجذب انتباه الشياطين، وكمان بيفادي الهجمات الساقطه من الاعلى. وشيطان النار بيفهم ان وانج تفادى جميع الضربات لحد ما وانج بيبدا بيه هو اول واحد، وبالفعل بيسقطه من اعلى البرج. بس حتى شيطان الصقيع دخل المعركه وكده وانج بقى ضد 2 لوحده من الفئه الذهبيه العليا، ولكنه بيهزمهم لحد ما بنشوف شيطان اسود بيتعقبه في الظلام، والطلاب بيقولوا مش ده وانج خلينا نخش نساعده دلوقتي، بس زميله بيقول له ما ينفعش كده انت هتنطرد من الاختبار وده ضد القوانين، وكمان انت مستحيل تقدم له المساعده انت اضعف منه بكتير. ووانج كان ضد شيطان الظل كمان اللي انضم للاثنين الباقيين، والطلاب بيقولوا حتى لو مقاتل من الفئه الذهبيه مستحيل يتعامل وياهم، بس اللي حصل عكس كده وانج بيستخدم قوى البرق اللي معاه قدر يشق شيطان الصقيع الاثنين، وكمان اتخلص من شيطان النيران وسجن شيطان الظل بشبكه رعديه، وبكده وانج خلص على ال3 في آن واحد. والطلاب اللي بره بيراقبوه مصدومين علشان نفهم ان وانج حصل على 36000 نقطه من ال3 شياطين، وبيقول دلوقتي وصلت للفئه الفضيه من قوه 6 نجوم، خلينا اشوف بقى حدي هيوصل لفين. وبنشوف هونج اللي كان بيذل وحش من الفئه الذهبيه علشان يخلص عليه لحد ما بيظهر له باي، واللي بيقول له ما تقلقش انا ما جيتش علشان اساعدك، انا جيت علشان اعرفك ان انا من عائله جو الغنيه، وكمان وفوق كده انا وريث العائله الاول. هونج بيقول له خش في الموضوع انا مش عاوز حاجه تعطلني، بيقول له لو خلصتني من وانج يو انا ممكن اساعدك
بعدين. هونج بيقول له كده كده انا هزمه، وكمان وفوق كده انا مش محتاج لمساعدتك. وفي الوقت ده لونج كان وصل وبيقول لابن عمه باي لو هما الاتنين كده كده هيتقاتلوا مع بعض خلينا نجني الفوايد من وراهم، وخصوصا بقى ان انا حاليا بمتلك المستوى الذهبي من القوة.